السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد، وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. بتمنى كل اللي بيسمعني يعمل متابعة ويضيف لايك وكومنت على الفيديو ان شاء الله بإذن الله. معانا النهاردة موديل سهل وبسيط مش مكلف خالص، من الستان 1 سنتي. اللهم بارك، جميل جدا وكيوت خالص، اللهم بارك. تمام يا بنات، انا نفذته بكذا مقاس. تمام، بس دوت المقاس الانسب فيهم. دي يا بنات مقاس 75 سنتي طول الستان، ودي 70 سنتي. تمام، بس انا لقيت المقاس 65 سنتي هو انسب مقاس. تمام يا بنات، مقاس 65 سنتي هو انسب مقاس. شايفين طبعا هي بسم الله ما شاء الله برضو كبيرة مش صغيرة، بس هنا حاساها كبيرة اوي. فانا هنفذها معاكم ان شاء الله باذن الله بالمقاس 65 سنتي. بسم الله ما شاء الله، المقاس 65 سنتي تحفة ومناسبة جدا ومش صغيرة. تقدري برضو تقللي المقاس عن كده، بس هي بصراحة مقاس 65 مناسب جدا 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 وجميل خالص، والواناتها اللهم بارك حلوة اوي. تمام، النهاردة بإذن الله هننفذه مع بعض. هنحتاج قطعة ستان 1 سنتي، طولها 65 سنتي، طولها 65 سنتي يا بنات. تمام، طولها 65. اتمنى يكون واضح معاكم. طبعا هنشيط الأطراف. هنحتاج يا بنات قطعتين ستان 65 سنتي لكل فيونكة واحدة. تمام، وهنحتاج 2 كليبس 4 سنتي. تمام، وهنحتاج 2 قطعة ربر. تمام يا بنات، ولزق الصاروخ طبعا عشان خاطر نلزق بيه الربر. تمام، والإبرة والخيط والمقص بتاعنا. طبعا هنبتدي نشكل الفيونكة بتاعتنا بالطريقة دي. تمام، ناخد بالنا يا بنات ان هما يكونوا قد بعض بالطريقة دي. طبعا زي ما انتوا شايفين دي طرف طويل وطرف قصير معايا. هرجع اظبطها تاني. اهي يا بنات بالطريقة دي اهي، جميلة ما شاء الله وحلوة اوي. طبعا لو عندك مكوة لحام هتبدأ شك في مكوة اللحام بالطريقة دي، بس انا المكوة بتاعتي محروقة فهثبتها معاكم بالإبرة والخيط. تمام،
بالطريقة دي يا بنات ثبتناها. طبعا انا كنت عاملة واحدة قبل الفيديو عشان مطولش عليكم في الفيديو واخد منكم وقت. هنبتدي نلزقهم مع بعض. تمام، بس هنحتاج قطعة جوخ يا بنات صغيرة خالص. تمام، اي قصقصة جوخ عندك. تمام، عشان نثبت بيها الفيونكة من الظهر، بحيث يبقى التقفيل بتاعنا كويس، بحيث انه ما يتفكش من البنوتة بالطريقة دي. انا ضفت لها قطعة جوخ في الظهر بالطريقة دي. طبعا عشان مش هنعرف نثبتها بالواحد سنتي، بحيث يكون التقفيل بتاعنا كويس وماسك نفسه يعني جامد، ما يتفكش بسرعة من الأمراض الصغيرين. تمام، عملت كله كده، قفلته بالطريقة دي. قطعة جوز صغيرة خالص، مش تاخد ولا شمع ولا مجهود مننا، سهلة وبسيطة خالص، بس في نفس الوقت هنطلع الشغل بتاعنا متين وكويس جدا. تمام، طبعا هنبتدي نجيب الفيونكة بتاعتنا وهنحط عليها شمع الظهر بتاعنا يا بنات. تمام، هنحط نقطة شمعة كويسة ونبتدي نلزق الكليبس بتاعنا بالطريقة دي. تمام، ناخد بالنا يا بنات احنا بنلزق الكليبس فين. الفيونكة طبعا لها وش ولها ظهر. تمام، دوت ظهرها هتلاقي الظهر بتاعها مش مظبوط خالص، يعني مش على شكل فيونكة خالص. تمام، بالطريقة دي هتلاقيه ايه امام من قدام مظبوطة. تمام، فهو معاكي على طول هتلاقي الظهر بتاعها واضح والوش بتاعها واضح. كده نكون عملنا الفيونكتين ولزقناهم على الكليبس. تمام، هنبتدي نجيب قطعة الرابر بتاعتنا ونجيب لزق الصاروخ ونحط نقطة صاروخ كويسة. تمام، ونبتدي نجيب الفيونكة بتاعتنا بالطريقة دي نلزقها على الرابر بالطريقة دي. تمام، وبكده نكون خلصنا الموديل بتاعنا، سهل وبسيط ومش مكلف خالص ومش بياخد وقت، اللهم بارك، جميل جدا. طبعا ناخد بالنا يا بنات ان كليبس تكون شمال وكليبس تكون يمين عشان الديل بتاعنا. تمام، وبالطريقة دي نكون خلصناه. هنبتدي بس نجيب قطعة الجوه نثبتها بنقطة شمع بسيطة. تمام، ونبتدي نشيل الزيادة بالطريقة دي، وبكده نكون ثبتنا الكليبس بتاعنا كويس جدا. بالطريقة دي بحيث ان هو يعيش يعني فترة مع البنوتة، لان الشمع بيفك بسهولة من الستان يا بنات. اول الستان ما يترطب من زيت الشعر او كريم الشعر الكليبس بيفك على طول. فبالطريقة دي انا ثبته بالطريقة دي بحيث ان هو يقعد مع البنوتة فترة. تمام، هو موديل اللهم بارك سهل وبسيط ومش مكلف خالص. اتمنى كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك وكومنت على الفيديو ويشيروا لبنات الفيديوهات على قد ما تقدروا.
بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات الموديل بس بجد تحفه خالص وجميل جدا، اللهم بارك، ومقاسه مناسب جدا وجميل. طبعا انا عملته بكذا لون طبعا يا بنات. ما شاء الله جميل جدا، اللهم بارك، والواناته كلها حلوه. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى تشيروه على قد ما تقدروا. وشكرا على كلامكم الجميل، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.